هم بيسرحوا شعرهم وهو مبلول. شعرك وهو مبلول بيكون اضعف بكتير، فلو انت سرحته في الوقت ده بيتقصف بسرعه. الحل هنا انك تسيبه ينشف شويه وبعد كده تسرحه، او لو انت مضطر قوي ممكن تسرحه بمشط واسع، يعني اللي هو ما يكونش ضيق قوي. زي ده مثلا، المشط ده اسنانه واسعه شويه، فبالتالي وانت بتسرح هتلاقيه سلس معاك. النقطه الرابعه وهي المنتجات اللي انت بتستخدمها لشعرك. الجل والكريمات اللي انت بتستخدمها، الحاجات اللي هي فيها شمع او واكس عامه، الحاجات دي مع الوقت هي اللي بتأذي شعرك برضه. وحاول بقدر الامكان تبعد عن المنتجات اللي فيها كحول، عشان هي بتنشف الشعر وبتخليه دايما جاف. لو عايز حاجه تحافظ على شكل شعرك او تخليه باللمعه الطبيعيه، استخدم مثلا سيرم او بديل زيت. النقطه الخامسه وهي قص الشعر بانتظام. حتى لو انت بتحب تربي شعرك لازم كل فتره كده تشيل الاطراف منه، لان الاطراف اللي بتتقص دي هي اللي بتساعد الشعر انه يفضل صحي ويطول بشكل متناسق كل 3 اسابيع. عايزك كل فتره كده تروح للحلاق تظبط الاطراف او الجوانب على الاقل. لو انت اتبعت النصايح دي في خلال اسابيع هتلاقي فرق كبير في شعرك. عايزك